حاسه ان انا قاعده في التلفزيون قوي ومساء الخير معاكم اشرقت الطيبي من برنامج. عارفين ان انا بقالي اكتر من 4 سنين ما صورتش فيديوهات بالعرض، فيديوهات اليوتيوب العاديه اللي هي السكرين العاديه العريضه دي بقالي كتير قوي، يعني من 2021. يا نهار ابيض يعني بقالنا اكتر من 4 سنين، او بقالي اكتر من 4 سنين ما صورتش فيديو. انتوا هنا مش هنا، انتوا هنا مش هنا. انا بقى هفضل مركزه هنا لحد ما اتعود على ان الكاميرا هنا مش هنا. من 2021 احنا خلاص بنخلص 25 وانا ما بصورش فيديوهات اليوتيوب العريضه. بقيت بكسل وبقيت حاسه ان الفيديوهات الطويله بالنسبه لي بتبقى مريحه اكتر وسهله، مش ان انا افضل بقى اقعد اظبط الدنيا ورايا واجيب الحاجه جنبي وافضل قاعده، لان الفيديوهات دي بتحتاج قاعده، بتحتاج تركيز كده زي ما انا قاعده كده. المهم انا مبسوطه بالقعده، يعني حاسه القعده مريحاني كده، ولا ظبطت اي حاجه ورايا ولا عملت اي حاجه. انا سبت الدنيا زي ما كانت. انتوا هنا سبت الدنيا زي ما كانت، فقلت اجرب الدنيا والتصوير هيكونوا عاملين زي. انا اساسا النهارده ما كنتش هصور، انا عندي شغل بعد شويه والمفروض مستنيه العروسه، ف قلت اجرب. ايه رايكم في وضعيه التصوير؟ انا عن نفسي مبسوطه، بس حاسه ان هي بتبقى مرهقه شويه، تخليني مش عارفه اتحرك، مش عارفه ان انا اجيب الحاجه من حواليا. لو ناسيه حاجه بعيد، انتوا هنا لو ناسيه حاجه بعيد اروح اجيبها. فكل شويه بفضل نازله وطالعه نازله وطالعه، وانا مش بحب الفرهده دي. انا ادام واقفه هعمل كل حاجه واروح واجيب زي الفيديوهات اللي كنت بعملها في العادي. لو انتوا مش متابعيني قبل الثلاث 4 سنين اللي فاتوا، 4 سنين يا لهوي مش عارفه استوعب حقيقي ان انا بقالي معاكم هنا كتير، وبقالي كتير. كنت موقفه، قعدت فتره حوالي 2 سنين موقفه. المهم حاسه ان انا المفروض اهدى شويه، بتكلم بسرعه. عارفين الريكورد اللي هو مين ده؟ انا حاسه ان لما كنت غبت 2 سنين ورجعت، فحسيت ان موضوع ان انا ارجع اصور من اول وجديد فيديوز كبيره وبالعرض واظبط الدنيا حواليا، وان انا افضل اتكلم وان انا افضل اروح واجي واجيب الحاجه حواليا، حسيت ان هي هتبقى مرهقه قوي، خاصه ان انا بعمل حاجه انا بحبها. فلما اكون عايزه اعمل حاجه انا بحبها مش حابه ان هي ترهقني في الاول. هو كده كده مفيش حاجه احنا بنحبها بنعملها بالساهل، بس موضوع التصوير موضوع متعب جدا حقيقي. موضوع ان انت تجيبي الحاجه وان انت تقعدي تظبطيها وتظبطي الدنيا وراكي وتفضلي كل شويه تغيري وتلبسي وتحطي ميك اب، موضوع مرهق. فحسيت ان لا، الفتره اللي فاتت ان انا مش محتاجه اعمل كل ده. عشان نعمل حاجه بنحبها لازم ناخد هدنه كده مع نفسينا شويه بالراحه، نعمل الحاجه اللي احنا بنحبها واحده واحده علشان خاطر نوصل للحاجه اللي احنا عايزينها. هي كده زي ما قلت مفيش حاجه بنعملها بنحبها بتبقى سهله، بس مع الخطوات واحده واحده بتلاقي نفسك ان انت عايز تحسن الدنيا اكتر. فانا الفيديو ده عاملاه بس عشان خاطر اتكلم معاكم، عشان خاطر ابص لكم هنا واعرف ان انتوا هنا مش هنا، واقول لكم هل الفيديوز بالنسبه لكم بالعرض احسن زي ما احنا شايفين كده، وهبقى اظبط الدنيا ورايا حاضر، ولا الفيديوز اللي بطول. وفيديو النهارده بس كنت بقول لكم ان احنا لو حابين ان احنا نعمل حاجه بناخد هدنه مع نفسنا، لكن انا كنت بفضل اضغط نفسي لا هي دي الحاجه اللي انا عايزه اعملها، فانا مش بعملها بيرفكت، فبفضل الوم نفسي ان انا ليه مش بعمل كل حاجه انا بحبها بيرفكت. فمحتاجه اقول ان كتر اللوم او كتر ما احنا بنلوم نفسنا ان احنا مثلا مش بنعمل حاجه 100% بيرفكت، فده بيأثر علينا جدا وممكن يخلينا ان احنا ما نعملش الحاجه اصلا. زي ما انا كان بيجي عليا اوقات كتير جدا مش دي طريقه التصوير اللي انا عايزه اصورها، مش ده الحاجه اللي انا عايزه اعملها، لا هو مش طالع 100% زي ما انا راضيه عنه، مش جايب اللي انا محتاجاه. فده كان بيخليني الوم نفسي ان انا مش عامله الحاجه بيرفكت. فكتر اللوم هيخلينا ان احنا ما نعملش الحاجه اصلا. لكن لو خدناها واحده واحده لحد ما نبقى قادرين ان احنا نعمل الحاجه، مش هقول 100%، على الاقل 80%، ونبقى مرتاحين، فده حاجه كويسه جدا. فزي ما بقول كده بناخد الحاجه ستيب باي ستيب، مش مره واحده، عشان لو خدناها مره واحده هتخنق ان انا اقوم اوضب الدنيا كلها حواليا واحط كل حاجه حواليا وابتدي ان انا اصور، وبعد كده هكون ارهقت قبل ما اطلع الفيديو اساسا. زي مثلا فيديو النهارده كده انا ما كنتش هصور اساسا، انا كنت بجهز الماتيريالز والحاجه علشان خاطر في عروسه خلاص جايه لي بعد نص ساعه او ساعه كمان،
بعد ساعه الا ربع، في عروسه جايه لي بعد ساعه الا ربع، فقلت طب ما اجرب وضعيه التصوير دي. اللوكيشن مش مبهدل قوي، الدنيا كويسه، مش محتاجه ان انا احط حاجات كتير. طب اجرب. حسيت ان انا لا، انا مرتاحه وانا طالعه بتكلم والدنيا كويسه والدنيا سلسه. هي انا ليه بقى اللي بضغط نفسي عشان خاطر اعمل حاجه بيرفكت 100%؟ فمش لازم نعمل حاجه بيرفكت 100%، المهم ان احنا نبقى مرتاحين. بس ده كان فيديو النهارده. كنت طالعه بس اسالكم هل انتوا حابين الفيديوز كده بالعرض وانا قاعده كده مبسوطه ومستقنيصه ولا الفيديوز اللي بالطول بالنسبه لكم بتكون اسهل؟ حاسه ان انا قاعده في التلفزيون قوي. ومساء الخير، معاكم اشرقه الطيبي من برنامج مش عارفه هنسميه، يعني احنا هنسميه قريب. يعني احنا ممكن نعمل سلسله فيديوز كده ونسميها قريب. الفيديوز دي تبقى قاعده كده، القعده الرايقه دي، وممكن تبقى كلها رغي، مش حتى ميك اب ولا فرهده ان انا افضل انزل اجيب حاجه لو نسيتها وارجع. ممكن تبقى فيديوز ان احنا ندي فيها نصايح. بس هستنى رأيكم في الفيديو بتاع النهارده. هل حبيتوا التصوير يبقى بالعرض ولا التصوير يبقى بالطول؟ انا بس كان عندي مشكله ان انا اصور بالعرض علشان خاطر بشغل للاسف الرينج لايت ونورها كله بيجي في عينيا وانا عندي حساسيه وجفاف، فاللي هو ممكن تلاقوني بعيط وانا بتكلم عادي. بس الفيديوز اللي بالطول فانا بصور في الشمس بره والدنيا بتبقى حلوه، والتصوير بيبقى سهل وسريع. فهنجرب حبه كده وحبه كده، وانتوا برضو اللي هتختاروا وتقولوا. انا حاسه ان انا كده قاعده مرتاحه. بس ده كان فيديو النهارده، اشوفكم على خير وما تنسوش تقولوا لي رايكم في الكومنتات. باي باي.